السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو فايته بارطاجيه في القناه ديالي، وقلت علاش لا نعاود نبارطاجيه مع البنات اللي ما شافوش الفيديو. اكيد البنات الجداد ما شافوش هذا الفيديو، ربما شي عام تقريبا. عام تقريبا بالضبط، لان هاد الوقيته في داك العام كنت مسافره وتما فين حضرت هاد الوصفه هادي، وبغيت دروكا نعاود نشاركها معكم. ان شاء الله غتعجبكم. شوفوا وصفه هائله بزاف، قماج خطير، ما فيهش بزاف ديال المكونات، وبزاف هاد وقيت الشتوى راكم عارفين اللي الجن كيفاش كيوليو. المهم اختي بقاي معايا ان شاء الله غادي يعجبك الفيديو. ولا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي مرحبا بك، و6000 مرحبا، راكي نورتي اختي. ما كنبغيش نطول بحال هاد الفيديوهات ديال الوصفات، لانني عارفه كتبغي تدخلي اختي تستافدي، ما كتبغيش تبقاي جالسه وتفرجي بالسلام وبخير. انا فاهمه هادشي. المهم اختي زيدي نشارك معك الوصفه. عندنا جوج ديال المكونات فقط، اللي هما القهوه والعسل اختي. العسل العادي ديال الدار، عندك اختي العسل الحر كان افضل، ما عندكش فاختي استعني غير بالعسل ديال الدار. هاد جوج ديال المكونات راه واحد الكوماج زوين بزاف، غديريه لوجهك وغديريه حتى ليديك، وحتى الوجه راه ما تخافيش عليه. البشره الحساسه، البشره المختلطه، البشره الجافه، البشره الدهنيه، كلشي كيطلق ليه هاد الكوماج هذا. انا ماشي كندير اشهار ولا شي حاجه اختي، هذا راه كوماج عادي ديال الدار، ما فيه حتى شي برودوي اللي خارج نطاق الدار. صافي اختي كنشدو هذا المكون هذا ديالنا ديال القهوه. كاين اللي كيدير سكر سنيده ممكن، ولكن انا من الافضل الا كنتي بغيتي ديريه ليديك فديري سكر سنيده، ولكن الا كنتي بغيتي ديريه للوجه ديالك فاختي ديري العسل احسن، لان تيكون حرش وما محتاجش يعني تبقاي تقومي وجهك بسنيده شويه صعيبه، واخا كاين اللي كيديرها. واحد النصيحه بغيت نعطيها لكم البنات بالنسبه للناس اللي كيعطيو وصفات ديال تتقول لك ديري الحامض لوجهك، فبزاف ديال الوصفات كيطلعوا ليا بهذه الطريقه هذه. كيفاش ديري الحامض لوجهك؟ صعيب بزاف ديري الحامض اختي لوجهك. الوجه ما محتاجش، ما معاش اللعب نهائيا. ها انت اختي كي تشوفي كتخلطي جوج مكونات ساهلين وكديرهم في شي بواطه وكتخليهم عندك ماشي بالضروره الثلاجه، لا كتخلي عندك اختي حدا في الكوزينه باش تبقاي تشوفيه باش ما تنسايش. صافي. المهم انا جاني بحال العسل هنايا، بحال العسل هنايا قليل، انا نعاود نزيدو. يلا حنا كبيناه. المهم اختي ما غنديرش مونتاج لهذا الفيديو قبل اختي على اللي كاين. صافي راكي عارفه اختك لطيفه، ما عنديش مع الزواق ومع داكشي اللي كاين تنشاركو معاك. هانتي اختي انا زدت هنا العسل. المهم هانتي اختي كتخلطي هاد المكونات هكا. اش غنقول لك، راه واحد الكوماج اللي خطير اختي. هانتي شتي كيفاش كيجي، وديريه ليديك وديريه لوجهك وما تخافيش نهائيا توقع لك لوجهك شي حاجه نهائيا اختي. نتمنى تعجبك الوصفه ديال اليوم والكوماج ديال اليوم، وان شاء الله مره غنبقى نحط لك هكا وصفات الا كيعجبوك وقوليها ليا. نبقى نحطهم لك ونستافدوا جميعا بالمكونات اللي عندك في الدار. حنا محتاجينش اختي شي حاجه خارج الدار، حيت حنا عارفين البر وغطاه، كلنا بحال. صافي واختي هذا هو الكوماج، نتمنى ان شاء الله يعجبك.